قالت لي يا تحول الفلوس دلوقتي يا افضحك في وسط اهلك. اللي مستغربه في الموضوع ان الستات هي اللي بتبتز الرجاله. احنا بنتكلم عن مستقبل شاب وسمعته وسمعه اهله ومستقبله وحياته كلها، لان الابتزاز هنا عقوبته من 2 ل5 سنين وغرامه بتوصل ل 300,000 جنيه. مش لازم تعمل حاجه غلط علشان تتفضح، ممكن حد يفبرك لك الغلط كله وكله بالذكاء الاصطناعي. اهلا بيكم في حلقه جديده من صوت الحق. النهارده عندنا موضوع خطير جدا، موضوع ممكن يتعامل مع اي حد. تخيل انك شاب في بدايه حياتك ناجح وبتشتغل وبتبني مستقبلك، فجاه تلاقي حد بيقول لك ادفع فلوس يا اما هفبرك لك صور وفيديوهات وكله بالذكاء الاصطناعي. وحتى لو رديت عليه وقلت له انا ما عملتش حاجه، هيرد عليك ويقول لك مش مهم، احنا نقدر نخلي الفيديو كانه حقيقي نسخه بالكربون. والاخطر من كده ان التهديد ممكن ما يبقاش ليك انت وحدك وبس، ده ممكن يبقى ليك ولجميع افراد اسرتك. وكمان التهديد ده يتبعت لاهلك والناس اللي حواليك وجميع اصدقائك على الفيسبوك او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا بقى الموضوع ما بقاش فلوسه بس، ده في تدمير لمستقبل شباب وسمعتهم وحياتهم كلها. النهارده لاول مره هنسمع القصه من صاحبها. شاب قرر يتكلم مش علشان يعمل ترند، ولكن علشان يقول لغيره خلي بالك انا اتعرضت لكده ومش عايز حد غيري يقع في نفس الفخ. والرساله اللي لازم نطلع بيها من الحلقه، لو شفت صوره او فيديو لشخص ما تستعجلش وتحكم عليه، لان مش كل اللي عينك شايفاه حقيقه. خلينا نبدا من الاول خالص، ايه اللي حصل معاك؟ بص يا استاذ علاء، الموضوع بدا بشكل عادي جدا وما كانش في دماغي خالص ان الشخص اللي بيكلمني ممكن يبتزني بالطريقه دي. فجاه كل حاجه اتغيرت، دخلنا في صيغه ابتزازات وتهديدات وكل حاجه بطلبان فلوس. امتى حسيت ان الموضوع فيه ابتزاز؟ اول ما بدأوا يطلبوا فلوس يا تدفع يا رنش، ساعتها حسيت ان الموضوع مش مجرد تهديد وخلاص، الشخص ده بيستغل خوفك عشان ياخد منك اي فلوس. طلبوا منك فلوس قد ايه؟ انا الحمد لله يعني ظروفي كويسه وهم بيختاروا الناس اللي ظروفها كويسه. يعني هي الفلوس ما بين مره يطلبوا 50 مره يطلبوا 20، يبقى اتفاوض معاهم، مره يطلبوا 15، مره والدتي تعبانه، انا محتاج اجيب علاج. هي كلها حوارات بيدخلوا عليك بيها. طب انت حسيت انهم اختاروك انت بالذات لانك شاب ولسه في بدايه حياتك وسمعتك ومستقبلك؟ يعني ايه اللي يعني حسيت بايه؟ انا زي ما قلت لك، هم بينقوا ناس بظروف معينه عشان يلاقوا منه مرادهم، اللي هي في الاول والاخر الفلوس. هي فكره في الاول والاخر فكره ان حد يعمل حاجه تضر اسمي وشغلي وعيلتي، هي طبيعي حاجه مرعبه. يعني انت ما كنتش خايف من الفلوس قد ما كنت خايف على مستقبلك؟ الفلوس يا استاذ علاء حاجه تتعوض، انما فكره ان حد يصدق حاجه مش حقيقيه، فدي لوحدها كارثه. يعني تاثر على شغلي وتاثر على كل حاجه، وبالذات كمان لو حد صدق الفيديوهات المفبركه طبيعي تضر اسمي وشغلي. طب انت شايف ان التهديد وقف لحد كده ولا ايه اللي حصل؟ لا طبعا التهديد وصل لاهلي ولاصحابي على الفيسبوك، واللي انا خايف منه انا شخصيا ان ممكن الموضوع ده يتكرر مع اي حد مني. يعني اللي بيبتزك ده بيهددك بحاجه حصلت فعلا ولا بيهددك بفيديوهات مفبركه؟ والله لو حاجه حصلت انا اللي هطلع واوعي الناس. خلي بالك يا استاذ علاء، الحاجه ديت اصلا ما حصلتش، بس اللي بيكلمك بيقنعك ان هي اصلا هخليك تصدق ان هي حقيقي، ان انا نفسي شخصيا ان انا صاحب الحاجه لو شفتها هصدق ان انا عملت كده. انت ممكن تعمل فيديو مفبرك لشخص بس مستحيل تغير الحقيقه. لو قدامك شخص بيتعرض لنفس اللي انت تعرضت له هتقول له ايه؟ هقول له انه ما يخافش وما يبعتش فلوس لحد ويلجأ للاجراءات القانونيه. طبعا هيتجه مع محامي عشان اكيد هيكون ادرى منه من الاجراءات القانونيه. استاذ احمد، ايه الاجراء القانوني اللي انت اتخذته؟ رحت مديريه الامن، مباحث الانترنت طبعا اليومين دول ما بتهزرش، قدمت كل السكرينات اللي معايا وكل الاثباتات اللي معايا اللي بالتهديدات اللي هم بيبتزوني بيها. عملت محضر طبعا في مباحث الانترنت وهم حاليا في تتبعهم هيتنفخوا. ضيفنا النهارده قال كل حاجه مهمه جدا، قال مش بطلب من الناس تصدقني من غير دليل، انا بطلب منهم ما يحكموش عليا من غير ما يعرفوا الحقيقه. ودي مش رساله ليه هو وبس، دي رساله لكل واحد فينا. قبل ما تحكم، قبل ما تبعت، قبل ما تعمل شير، اتاكد، لان ضغطه زرار ممكن تكون بالنسبه لك ثانيتين، لكن بالنسبه لانسان بريء ممكن تكون تدمير لمستقبله ولسمعته ولحياته كلها. وممكن الفيديو اللي انت شاركته يكون متفبرك، وكمان الشخص اللي انت بتهاجمه ممكن يكون هو الضحيه. وفي النهايه مش كل صوره حقيقيه ومش كل فيديو دليل ومش كل حاجه عينك شايفاها فعلا هي حقيقه وحصلت بالفعل. ودي كانت حلقه النهارده من صوت الحق مع المستشار علاء نصار.